شباب كتير قوي الوقت حاسين ان هم مخنوقين ومضغوطين نفسيا جدا. الضغوط النفسيه عادت بتخلي ناس تنتحر، وناس عايشه في اكتئاب رهيب، وممكن ما بيروحش لدكتور نفسي لانه اصلا بيفكر هو الخنقه اللي انا فيها دي، هو الضيق النفسي الرهيب اللي انا عايش فيه والضغط النفسي اللي انا فيه ده، هو ممكن يبقى فيه علاج ليه اصلا؟ هو ممكن الحاله دي اخرج منها اصلا؟ والله يا جماعه اللي انا بقوله لكم ده كلنا مجربينه، انا اول واحد مجرب الكلام ده. انك انت اعمل ورد ذكر كل يوم كده، اقعد تسبح ربنا، اقعد قدام صور طبيعيه وسبح ربنا، اقعد اذكر ربنا، اقعد استغفري. ذكر ربنا له مفعول رهيب بدون ما تدرى هو ايه السبب، هو ايه اللي حصل. عالج نفسك بذكر الله، عالج نفسك بكثرة ذكر الله، يوم ورا يوم ورا يوم هتفاجأ ان حياتك كلها بتتغير. لو مخنوق ومضغوط نفسيا صدقني ذكر ربنا هيغير حياتك وهيفرق في كل حاجة في حياتك. وإلا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عكس سبق المفردون، المفرد اللي هو خفيف الأحمال ربنا بيشيل عنك، اللي هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذكر ربنا بيخفف عنك أحمالك في الحياة وأحمالك في الدنيا وأحمالك يوم القيامة.